إذا انتهى لقاء الذهاب في دور ال16 للكونفدرالية المؤهلة لدوري المجموعات بمشيئة الرحمن بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف للإفريقي التونسي. خلال الفترة التحليلية إن شاء الله هتجيلنا كثير من اللقاءات سواء من أرض الملعب أو من مجموعة من الكافيتريات التي اكتظت بالجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي. هنعرض تباعا كل اللقطات اللي هتوصل لنا. بنتابع مرة تانية يا كباتن تحليل هذه المباراة، ونبدأ بالكبير في هذا الاستوديو وقطعا الكابتن طه اسماعيل. هل النتيجة جيدة يا كابتن طه من وجهة نظر حضرتك في ظل الظروف التي يمر بها النادي الأهلي وكثرة الغيابات المؤثرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا كنا نتمنى طبعا النتيجة تكون أكبر من كده، يعني بدل 2-1 كان ممكن نجيب جول و2 كمان، وكان ممكن وكان متاح. نعم. احنا أضعنا في البداية هدفين محققين، وبعدين مثل هذه المباريات يعني صعب انك تضيع فيها، المفروض تبقى حريص على الفرص اللي بتجيلك وتقدر تسجل منها. صحيح. يعني أول فرصة شفناها عبد الله السعيد عمل تمريرة، عبد الظاهر انفرد بيها وبعدين شاطها في ايد الجول، طبعا شوطه ضعيفه ومش موجهه، وكان ممكن تبقى جول اكيد. ده في بدايه اللعب يمكن في الدقيقه 4 أو 5. نعم. ثم ايضا في الشوط الاولاني برضو رمضان صبحي عمل تمريره لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد لعبها جنب القايم، كان ممكن برضو ايضا تبقى هدف. وزي ما بقول المباريات اللي زي دي لابد ان انا ابقى حريص على الاهداف، لانه بتبقى شحيحه، ما بيجيليش فرص كثيره جدا. بالظبط. وحتى في الشوط الثاني طبعا ما فيش شك انه كان في هجوم من النادي الاهلي بشكل جيد جدا. تريزيجيه عمل شغل من الناحيه اليمين بشكل كويس قوي، عمل كرات عرضيه، ويمكن منها الهدف التعادل اللي سجل منه عبد الظاهر هدف التعادل. الشوط الثاني واضح انه فريق الافريقي اقل شويه، جهده قل شويه. النادي الاهلي هاجم بضراوه وكرات عرضيه وكرات فرص كثيره جدا راحت من النادي الاهلي في الشوط الثاني كان ممكن، وضربه جزاء واضحه جدا لرمضان رقص فيها الراجل والراجل كنسوا فيها. يعني كان من الممكن النادي الاهلي يسجل اهداف اخرى غير الهدفين اللي سجلهم، نتيجه للقوه التهديفيه ضعيفه عند النادي الاهلي. يعني النهارده المهاجم عبد الظاهر جاب جول، لكن كان ممكن يجيب جول قبل كده بمنتهى السهوله، ودي برضو يعني بتدينا انديكيشن ان النادي الاهلي محتاج ان يجيب راس حربه كويس. مهم جدا راس حربه يترجم اداء الشباب اللي موجودين اللي بيأدوه بشكل جيد جدا، عشان حتى الاولاد دي تبقى عندها معنويه جيده جدا ان هم بيستحوذوا وبينقلوا من الجناب ومن العمق وكذا وكذا، لكن هناك من يسجل ويترجم مثل هذه الفرص. لكن في المقابل برضو كان هناك فرص على النادي الاهلي. يمكن في اول اللعب في اول دقيقه من المباراه شفنا عرضيه اللي عملها غندرلي اللي قدامنا دي وكان ممكن يتسجل منها هدف اللي اكرامي دي. يمكن اتباغت فيها النادي الاهلي بسرعه جدا. فريق الافريقي كان بيعتمد على المساحات اللي على الجناب، ولذلك بيلعب الكرات الطويله وخلف الباكين، وكان خليفه بيتحرك فيها بشكل كويس، منياو بيتحرك فيها بشكل كويس، ودي من خلال كرات طويله كان بيعملها، وده الاسلوب اللي هم بيعملوه بشكل جيد في كل الاوقات. دي الفرصه اللي حضرتك بتقولها بتاعت احمد عبد الظاهر. ده احمد عبد الظاهر يعني فرصه 100% جول بوش رجلي وعلى الزاويه البعيده وارضيه مش محتاجه ابدا، انما ان انا اشوطها بهذا الشكل ضعيفه جدا وعاليه وقدام الراجل في نفس الزاويه بتاعته في ايده. هنا القوه بتاع المهاجم ازاي داخل ال 18 يبقى عندي الاستامينا، القوه الكبيره جدا ان بعد المجهود ده كله العب كره باقصى قوه عندي بوش رجلي في الزاويه الثانيه ارضيه، سهل جدا ان كان ممكن يجيبها جول. ده احد اللي ده تفرق كتيره. كنت ابتديت في الاول بالتسجيل، ثم بعد ذلك حتى كره عبد الله السعيد علاوه على العرضيات الكثيره اللي عملها النادي الاهلي. لكن في المجمل انا بعتقد النادي الاهلي عمل مباراه تعتبر جيده الى حد كبير جدا مع فريق جيد بيدافع بشكل كويس، بيضغط على لعيبه النادي الاهلي ما بيدهمش فرصه لبناء الهجمات، ثم بعد ذلك بيلعب الكرات الطويله في الاجناب على اساس ان هو يستغلها في الفرص اللي يقدر يسجل منها. الجول المفروض دي نفس الشيء. عبد الله السعيد دي بتاعت عبد الله السعيد. انا اقول لك يعني دي
بتبين برضو ان في قصور في النواحي التهديفيه، سواء عبد الظاهر ما عندوش الاستامينا والقوه داخل منطقه الجزاء ان هو يترجم دي بسرعه، عبد الله ما عندوش السرعه اللي تخليه يلحق لعبه زي دي من بدري شويه ويقدر يلعبها بوش رجله بدل ما يعني انا حاسس يا كابتن ان دي ممكن تكون اسهل من بتاعه عبد الظاهر، على اساس ان عبد الله ممكن يكون مواجه للمرمى. بالظبط. يعني يا كابتن مدحت هو مواجه برضو على ال 18، بس هو برضو بوشه جوه المرمى. يمكن عبد الظاهر برضو الكره ما اتعملت له من عبد الله السعيد، فممكن وارد تكون الزاويه مقفوله كان بره الجون. هو طبعا انا بتكلم على انه التميز داخل منطقه الجزاء في مثل هذه المباراه بيبقى محتاج مهاجم يكون عنده القدره الكبيره على انه لما تجيله لعبه زي دي 3/4 فرصه يسجل منها، تخطف. عبد الله السعيد فرصته يعني لو لعيب عنده مهاره عاليه قوي قوي يحطها بوش رجله خارجي في البعيد بالظبط. لو لعيب سوبر يعني بالظبط. ما هي هنا ما انا بيبان في المباريات اللي زي دي بنسميه التميز اللي بيسموها بالانجليزي يقول لك امبروفايزيشن داخل منطقه الجزاء. اللي بيعمل الفارق ان هو عنده القوه الكبيره انه السرعه واوصل للكوره واقدر اوجه الكوره بكل قوه، عندي الاستامينا وعندي التحمل وقوه التحمل ان انا اقدر العب الكوره دي باقصى قوه ممكنه في الزاويه البعيده. دي الفرص اللي راحت من النادي الاهلي في الشوط الاولاني. الفرص السهله اللي النادي الاهلي ضيعها واحده راحت للافريقي لانه استلم، جابها جون، لانه استلم من كوره عميقه اتعملت ورا في الحته اللي اتكلمنا عنها، خطا دفاعي في الحته اللي اتكلمنا عنها، سلم ماسك حد لعبها بالعرض بالظبط، واحد تاني فاضي مش ممسوك كويس قدر انه شوف التمريره بينيه ورا الناس. ولولا ان الدفاعات المصريه يا كابتن مدحت كلها دي نعم زي ما الكابتن طه قال في بدايه المباراه خالص اما قرب قال لك عند منطقه الجزاء لازم امسك مان تو مان، ما ينفعش اسيب زون ولا امسك زون. فالنهارده فين المان؟ النهارده واحد ازرق بيتحرك من جنبي، انا كسردباك لازم اتحرك دقه، يا اما احطه في الاوفسايد واطلع عشان ودي لازم عايزه تدريب معين، يا اما لازم ابقى سريع. اهي بص يعني من المفترض انه يبقى فيه سرعه. ادي برضو واحده تانية جاي الراجل ده لوحده وادي عرضيه، لولا ان ربنا ستر ومفيش حد. هو عموما يعني انا بقول برضو النتيجه طبقا للغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي دي حاجه وتوقعنا لهذه المباراه ونتيجتها قبل ما تتلعب، النادي الاهلي عمل مباراه جيده بكل المقاييس يعني. لو احنا رجعنا برضو مره تانية كابتن بركات قبل ما اجي لك كابتن مجدي عشان نتكلم بعد كده على لعبه بشكل مفصل. اختلف اداء يا كابتن بركات الاهلي الشوط الاول عن الشوط الثاني. النادي الاهلي ربما في الشوط الاول لم يكن يعني بالجساره الكافيه باستثناء الهدف طبعا اللي عمله احمد عبد الظاهر. الشوط الثاني اختلف الامر تماما. من وجهه نظرك ايه السبب؟ بص يا كابتن مدحت، يعني يمكن الشوط الاولاني اللي خلى النادي الاهلي ممكن ما يظهرش بالشكل اللي ظهر بيه الشوط الثاني ان هو كان مدي الفرصه لفرقه الافريقي ان هو يبقى موجود معاه في اجواء اللقاء. نعم. ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق ان انت عندك باصات مقطوعه كتير، فهم بالكره بتبقى في رجلهم بينقلوا، انت ما هتنقل كوره بتاخد ثقه بتروح لحد ال 18 بيقدر يجيب اللعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، كل ده بيديله ثقه، وكل ما الوقت بيعدي هو واقف على رجله وهو ماشي كويس. انت عندك يمكن الشوط الاولاني طبعا عجبني طبعا تريزيجيه، انا بعتبره احسن لاعب في فرقه النادي الاهلي يمكن قبل الاصابه قبل ما يطلع. الراجل واخد من ناحيه اليمين، احنا طبعا كلنا توقعنا انه هيبدا ناحيه الشمال، ولكن كانت التركه من الكابتن فتحي مبروك انه لعبه ناحيه اليمين، وده طبعا كان فكر كويس لان اكيد الكابتن فتحي فكر في حته الباك اليمين. يعني انت عندك سعد سمير ما بيتقدمش كتير، وبالتالي انت عايز قدامه في الناحيه ولا اوفر من الجنب. ما احنا قلنا يا كابتن، احنا اتفقنا قلنا الناس اللي هتلعب ناحيه اليمين سواء شريف او سعد هي امكانياتهم دفاعيه بس، انت قلت كده وانت صعب ان انت تطلب منهم اكتر من كده، عشان كده كان فكره مكسور الجناح بالظبط، وانت قلت هيلعب مكسور بالظبط، الجناح عشان كده فكره ان انا لاعب تريزيجيه ناحيه اليمين هيعمل لي كل الشغل، وفعلا كان عند حسن الظن، عمل جيم كويس وراح وعمل كذا عرضيه منهم جات الكره الهدف الاول بتاع احمد عبد الظاهر. الشوط الثاني يمكن الافريقي ابتدى يتراجع، ابتدى النادي الاهلي يمسك كوره، حتى شفنا يا كابتن لو ركزت في التغييرات كابتن طه اللي عملها فرقه الافريقي هتلاقيه مطلع الاثنين لعيبه اللي هم بيلعبوا تحت صبر خليفه، يعني هتلاقيه مطلع تيجاني وعماد المنياوي، يعني هو الراجل خلاص قال لك انا خليني في الملعب، انا شايف كده الدنيا رضا بالنسبه لي، انا عندي ماتش تاني فانا مش عايز اخاطر وان انا افضي نص الملعب للنادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي ابتدى يبقى واقف على رجله.
طبعا برضو احنا يمكن في مصلحه النادي الاهلي الطرد اللي حصل في اخر المباراه لصابر خليفه، يعني يمكن الهداف بتاعهم هو اللي بيشكل معظم الخطوره على دفاعات الانديه الثانيه، على النادي الاهلي هو اللي كان بيتحرك، فكان في خطوره من ناحيته، فطبعا طرده وعدم مشاركته في المباراه الثانيه ده يفرق جدا مع النادي الاهلي، وان كان طرده. وطبعا الكلام ده طبعا مع الكابتن جمال غندور، انا شايف ان هو ضر النادي الاهلي اكتر ما فاده، لان بعدها بدقيقه كان في ضربه جزاء كانت ممكن تتحسب للنادي الاهلي لولا ان الحكم شال دي في دي، يعني الحكم عوض الطرد. مش المفروض وضربه جزاء يا كابتن مجدي، ضربه جزاء مليون مش في المية. المفروض انه يعوض. لا يعني. هو عوض، انا بقول لك عوض، لان هو بص يمكن هو الكره دي يا كابتن مدحت هو كان قاسي شويه على صابر ان هو يديله انذار وكارت احمر. انا شايف هو في احتكاك بينه وبينه كده. يعني لا هو بيتكلم كابتن بركات انه ده اندفاع ما بين الاثنين. اندفاع يعني انت خلاص هو هو متلكك له يا كابتن مدحت. هو صابر الشوط الاولاني دخل عليه جامد جدا واعترض عليه اعتراض شديد لدرجه الحكم زقه. ما هو برضه الحكم ما كانش ينفع كده، اداله بنيه في رقبته. هي دي يا كابتن لا يمكن، يعني صعبه قوي ان الحكم يطلع فيها كارت اصفر. يعني دي هتكملها، هتلاقي الكره نجيب شاطها ضربت في رجل صابر، خلاص اصفر ضربه مرمى وانتهى الموضوع. هو اما طرده ما رضاش يحسب ضربه جزاء الناحيه الثانيه بعدها على طول بدقيقه ولا بدقيقتين لرمضان صبحي. مليون في المية ضربه جزاء. جميل. طيب يعني واحنا ما زلنا بنستعرض هذه اللقطات، هل تفتكر يا كابتن مجدي ان النهارده النادي الاهلي كان محظوظا في الشوط الثاني للجوء ربما المدير الفني الفرنسي دانيال سانشيز الى بعض التكتيكات الدفاعيه، وزي ما احنا شايفين في الصوره ان ادت فرص كبيره للنادي الاهلي للانطلاقات الهجوميه؟ هو طبعا ما فيش شك ان خوف مدرب فريق الافريقي من ان النتيجه تبقى اتقل من كده بعد التغييرات اللي عملها كاب فتحي بنزول عماد متعب وكريم بامبو وسعيد، وان كان سعيد طبعا قال لهم كتير في الحقيقه ما شفناش منه حاجه تقريبا في التغيير، اللهم الا كان عدد زياده وقف عدد من لاعبي الافريقي يعني يبقوا ماسكينه ورا، فبالتالي فضى نص الملعب. عشان كده زي ما بركات قال قدر شال 2 من قدام وحط مكانهم 2 في وسط الملعب عشان يقدر انه يوازن حته نص الملعب. انما في الحقيقه الاهلي مش محظوظ برضه، لان جات له فرص كتيره كان من المفترض انه يترجمها لاهداف ويرتاح من اللقاء. طبعا انا عايز اقول لك يعني النادي الاهلي بيعالج نفسه نفسيا وفنيا عن طريق شوف الكره دي، شوف الكره دي كريم بامبو لو عملها صح وبص، لو رفع عينه عنده 1 2 3. الافريقي على فكره في الشوط الثاني كان وقفاته التكتيكيه خاطئه تماما. بص اللعيبه بصه للكره كلها، عندك لعيبه من النادي الاهلي فاضيه، لو كريم بامبو تأنى شويه، وطبعا ده الله يكون في عونه. بقول ليه؟ لان كريم ما بيلعبش بصفه مستمره، بس ده اول مره يلعب من فتره بالظبط. فالنهارده كونه ينزل ويعمل نسبه التحرك دي حاجه جيده بالنسبه له. انما يعني اداء النادي الاهلي زي ما بقول فتحي مبروك بيحرر فرقه النادي الاهلي من فتره يعني صعبه جدا على فريق النادي الاهلي. تكتيكيا فريق النادي الاهلي النهارده بيلعب من غير جناح. النهارده النادي الاهلي قوته كلها في جناحيه. على مدى تاريخ النادي الاهلي منذ ان انا بتفرج على الكوره والكابتن طه بيلعب واحنا كلنا الاجيال اللي بعد كده، اذا ما كانش النادي الاهلي عنده وينج يمين كويس وعنده وينج شمال كويس او طرف يمين كويس وطرف شمال كويس، النادي الاهلي ما بيقدرش يفتح يعني انت